نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ في مدينة اسمها هايتي، وبنشوف المدينة وهي متدمرة كلها، وده يا عزيزي بسبب زلزال قوي جدا، وناس كتير جدا ماتت وعيال كتير اتيتمت. وبنعرف من الأخبار إن المدينة دي كان عدد الناس فيها كبير قوي، وكانت أصلا فيها أكتر من 2000 طفل يتيم. وانتوا بقى عارفين إن الدنيا فيها ناس يعني استغلالية قوي، وعشان كده لموا العيال كلها الصغيرة من المدينة. وبعد فترة بنشوف موقع تبني عليه كل العيال اللي اتلموا من حادثة الزلزال، وكانوا بيستغلوا الناس اللي مش عارفة تخلف، واللي من ضمنهم أبطال الفيلم ستيفن ومراته شانون. وبنعرف إن شانون كانت حامل وعملت حادثة، ووقتها اللي في بطنها مات، وللأسف ما قدرتش تخلف تاني. وعشان كده هم كانوا مبسوطين جدا وهم رايحين يتبنوا، وكمان كانوا جايين من بلادهم البعيدة لمدينة بورتوريكو. وبيدخلوا وبيقابلوا المديرة جابريل، وبتقول لهم إن كل حاجة جاهزة وعلى التسليم، وبتدخلهم المكتب بتاعها، والاتنين كانوا طايرين من الفرحة. وبعد شوية بتطلع لهم نينا، وهي دي اللي هيتبنوها. وشانون ما كانتش مصدقة نفسها إنها أخيرا هتبقى أم، وبترحب بنينا وبتعرفها بنفسها، وبيديها ستيفن لعبة هو اللي صانعها، وهو كمان كان مبسوط بيها جدا قوي خالص. لكن المديرة بتقول لهم إن في خازوق صغير هيقابلهم لحد ما ورق جواز السفر بتاع نينا يخلص، وبتعرفهم إن قدامه يومين ويطلع. وكمان بتقول لهم إنها حجزت لهم في مكان هادي جدا على الشاطئ، وبتقول لهم إن كل ده تبع خدمة الموقع، وبالمرة تتعرفوا على نينا لحد ما الورق يخلص. وبيركبوا العربية وكانوا فرحانين ومبسوطين، وشانون بتقول له انهم اخيرا بقوا بابا وماما، والعربيه بتوصلهم على القريه اللي قالت لهم المديره عليها. وهناك بقى يا عزيزي بيتعرفوا على جارهم بنجامين، وبيقول لهم ان المكان ده تحفه وانه لسه واصل حالا، وبيتعرفوا على بعض وبيفضلوا يدردشوا شويه، وبعدها كل واحد بيمشي عشان يشوف دنيته. وبياخدوا بعضهم وبيتمشوا على البحر هما التلاتة، وكانوا مبسوطين وطايرين من الفرحة. وبالليل بيفرجوا نينا على ألبوم صور للبيت بتاعهم، وبيعرفوها شكل اوضتها وكل حاجه محضرينها لها هناك. ووقت النوم ستيفن ما كانش عارف ينام، وده بسبب الدوشه اللي كان عاملها بنجامين مع اصحابه. المهم تاني يوم الصبح بيقعدوا على الشط يلعبوا وشويه، وبيجي بنجامين وبيعرفهم على اصحابه. ولحد كده يا عزيزي الدنيا كانت جميله وقشطه صباح الفل. وبيكملوا اليوم وبيفضلوا يلعبوا، لكن بنجامين بيروح لشانون وهي قاعده لوحدها، وبيفضل يتكلم معاها وبيفتح معاها مواضيع يعني ملهاش اي 60 لازمه. والمعلم ستيفن بيشوفها، ونار الغيرة بتشتغل وودانه بتطلع دخان. ولما بيرجع بيتصل على مديرة الموقع وبيسألها ايه الدنيا واخبار جواز السفر، فبتقول له انها لسه ما استلمتهوش. قال لها انه مش مرتاح في الفندق اللي هو فيه، وانه هياخد شانون ونينا ويروحوا فندق كاريبي اللي جنب الفندق اللي هو فيه. فقالت له يا باشا عيش بشوقك وبراحتك، المكان اللي يريحك روح على طول، المهم انك تبقى على اتصال بيا عشان اسلمكم جواز السفر لما استلموا. وفعلا بيروحوا الفندق التاني، وكانوا مبسوطين هناك جدا، وفضلوا يلعبوا مع نينا اللي كانوا محرومين من وجودها لحد ما اتهدوا من كتر اللعب وناموا. بس برضه ستيفن ما كانش جايله نوم، وبيحاول انه يصحي شانون عشان الشيطان كان عازمهم على ليلة من اياها، بس ما جابتش سكة. فبياخد بعضه وبيطلع يتمشى مع نفسه، وبيفتكر يوم حادثة شانون، وكان وقتها يا عزيزي شارب وسكران طينة. وشانون لما عرفت انه شارب خافت عليه وراح يطلع عشان هي اللي تسوق مكانه، لكن وهم في الطريق النقل شالتهم. ومن ساعتها وهو وعي شانون انه ما يشربش تاني، بس لما افتكر الحادثه اتضايق ودخل يشرب على خفيف كده. لكن المشكله بقى انه بيقابل بنجامين واعوانه، وبيقعدوا معاه وبيرخموا عليه، وكمان بيعزموه على مشروب، فبيضطر انه يشرب معاهم. ولما جه يمشي قال له سالو ما يصحش اللي انت بتعمله ده، انت كده بتقل بينا، احنا عندنا طالما عزمناك على مشروب يبقى لازم ترد الواجب، هي كده رايحه جايه يعني. وبنجامين بيقول له خليك شواف عشان ما نقلش منك. فبيروح ستيفن وبيطلب لهم المشروب، وبيقول لهم انه مش هيشرب معاهم، وبيسيب لهم حق المشاريب وبيمشي. فبيغمز بنجامين لسالو، وبيتعصب سالو وبينزل طحن فيه، والحانه بتطلب الشرطه وبيتقبض على ستيفن. وبتروح له شانون ونينا الاسم، وكان الوقت متاخر، وبيعتذر لها ستيفن وبيقول لها ان الشرطه ما رضيتش تخرجه لوحده، وكان لازم يصحيها عشان يقدر يخرج. وبيعتذر لنينا عشان مرمطها معاه في نص الليل. والظابط بيعرف انهم مش من مدينه، وبيتعرف عليهم، وكمان بيعرف انهم متبنيين نينا، وبيقول لهم ياخدوا بالهم من نفسهم، وبيحذر ستيفن انه يروح الحانه تاني. تاني يوم الصبح بيعتذر ستيفن لشانون وبيقول لها انه مش هيكررها تاني. وشانون يا عزيزي كانت غلبانه وبتوافق انها تصالحه، وبتقول له يطلب لهم الفطار بقى وهي هتصحي نينا. لكن المفاجأة يا عزيزي إن نينا بتختفي من أوضتها، وبتتجنن شانون وبتفضل تدور عليها، وبينزلوا هما الاتنين الريسبشن بسرعة وبيسألوا عليها، لكن برضه ما بيلاقوهاش، ولا حتى برضه عند البسين. والدنيا اتقلبت على نينا، وطبعا بلغوا الشرطة،
بس الضابط بيقول لهم ان نينا شافت كتير الفتره اللي فاتت، واكيد هي مش واخده على الجو الجديد ده، ممكن تكون يعني بتتمشى هنا ولا هنا. ولما قالت له يراجع الكاميرات قال لها انه عمل كده، ونينا ما ظهرتش خالص في ولا كاميرا. وبيطمنهم انهم هيلاقوها، وبيقول لهم انه مش ناسي الناس اللي ستيفن اتخانق معاهم وانه هيحقق معاهم. وبتقول لهم الشرطيه يعملوا قائمه بالاماكن اللي راحوها من اول ما وصلوا البلد، وبتطلب منهم صوره لنينا. فبيدخل ستيفن عشان يجيب الايباد بتاعه، والظابط بيسأل نينا على وكالة التبني، فبتقول له انهم بيتصلوا بيهم من امبارح عشان يستلموا جواز سفر نينا، بس محدش بيرد. وبيتفاجئ ستيفن ان موقع التبني مالوش وجود اصلا، وبيقول لهم انه كان عايز ياخد صورة لنينا من على الموقع. فبيستغرب الظابط وبيسألهم انتوا دفعتوا لهم فلوس؟ شانون قالت له ايوه، امال هناخدها ببلاش، احنا دافعين 60,000 دولار. فبيقول لهم انه هيكمل تحقيق وهيتصل عليهم لو في جديد. وشانون وستيفن بيتبعوا صورة لنينا من اللي صورها لها لما كانت معاهم، وبيفضلوا يلفوا في الشوارع وبيسألوا عليها، وكانوا هيتجننوا عليها. وستيفن بيقول ان نينا كانت مبسوطة وهي معاهم، يعني استحالة تهرب منهم. وبتتضايق شانون وبتقول له انها كل اللي كانت عايزاه انها تبقى ام، وانها وعدت نفسها لما تبقى ام ما تتخلاش عن بنتها. فبيهديها ستيفن وبيقول لها انه هيرجع لها نينا، وبيقول لها انها تكمل تدوير وهو هيروح وكالة التبني يمكن تكون راحت لهم. وفعلا بيروح لهم، بس بيلاقي الابواب مقفولة، وبيكسر الباب وبيدخل، وبيتصدم لما بيلاقي المبنى فاضي وما كانش فيه اي حاجة خالص ولا حتى ورقة على الارض. المكان يا عزيزي كان بيلمع حرفيا. اما شانون بتروح تقابل الضابط وبيقول لها انه اتصل بالقنصلية عشان يسأل على جواز سفر نينا، وعرف ان مفيش اي جواز بيتعمل بالاسم ده، وان مفيش وجود لاي بنت اسمها نينا ولا حتى مديرة الوكالة. انتوا اتنصب عليكم، وللاسف حصل قبل كده مع غيركم، بيبيعوا لكم نينا او غيرها وبيعطلوكم بحجة جواز السفر، وهم اصلا متفقين مع نينا انها تخرج في يوم معين، وبيرجعوها تاني عشان يضحكوا على غيركم. دي مش وكالة حقيقية، استغلوا سمعة الوكالة اللي لمت كل الأولاد اللي كانوا في الزلزال عشان يضحكوا على الناس، وهيعملوا موقع جديد في بلد تانية وهيكملوا برضو اللي بيعملوه. وبتتصدم شانون وما كانتش قادرة تنطق، وبتترجى انه يكمل بحث عن نينا، وبتقوله يمكن تكون دي الوكالة الحقيقية. وبتطلع من عنده وبتفضل توزع صور نينا وتسأل عنها. ولما بترجع الفندق بتشوف ستيفن وبيعترف لها انه عمل حاجة من وراها، وبيحكي لها ان مديرة الوكالة كانت متفقة معاه ان موضوع التبني هيحصل بعيد عن الانظار، وان مفيش حد هيعرف حاجة عنهم، وعشان كده هو دفع لها 30,000 دولار. وبتتصدم شانون من كلامه وبتتخانق معاه وبتقول له انه وداهم في 60 داهية، وبتعرفوا انه كده اشترى نينا من السوق السوداء، وانهم فعلا اتضحك عليهم زي ما الظابط قال لها. وبيعتذر لها وبيقول لها انه شاف بعينه الاوراق وما كانش عارف انها نصبايا، وبيقول لها ان وجودهم هنا ملوش لازمه. شانون اتضايقت منه اكتر واكتر، وقالت له ان نينا بقت بنتهم وانها مش هتتخلى عنها بالسهوله دي. محدش عارف ايه اللي بيحصل فيها دلوقتي، وسابته وراحت تقعد في كافيه. وبيروح لها بنجامين مع حبيبته وبيعتذر لها عن المشكله اللي حصلت ما بينهم وما بين ستيفن. فبتقول له شانون روح شوف حالك عشان الحكايه مش ناقصاك دلوقتي، انا فيا اللي مكفينا الله يصلح حالنا وحالك. اعتذر لها وسالها فيها ايه، فبتقول له ان الوكاله نصبت عليهم، وبتحكي له على اللي حصل معاهم، وبتقول له انهم اخدوا منها هي وستيفن لحد دلوقتي 100,000 دولار. فبيقول لها طب هتعملوا ايه دلوقتي؟ قالت له انهم بلغوا الشرطه والشرطه هتتصرف، وبتسيبهم وبتمشي. وبالليل بتروح حبيبه بنجامين وبتخبط عليهم وبتقول لهم انها عارفه مكان نينا، وبتعترف ان بنجامين هو اللي اخدها، وبتاخدهم على مكانها. بس يا عزيزي بيطلعوا عاملين فيهم كمين، وبيهددوهم وبيربطوهم وبياخدوهم على مكان تاني. وبنجامين بيسأل ستيفن على الفلوس اللي في حسابه، فبيقول له انه معوش فلوس. لكن يا عزيزي بنجامين بيطلع عارف كل حاجة عنهم، وبيقول لهم انه عارف ان شانون لما عملت حادثة اخدت 3 مليون دولار تسوية مدنية في المقابل. فبتقول له شانون انهم ما بقومش معاهم فلوس لان ستيفن شغله على قده، وانهم اشتروا بيت وبيعملوا اعمال خيرية كتير، واخر فلوس كانت معاهم فلوس التبني. فبيقول لهم انه عارف الست اللي ضحكت عليهم، وان اسمها الحقيقي هو انجي مش جابريل، وبيحكي لهم ان هو اللي لم كل الاولاد وقت الزلزال، وان المفروض انهم ياخدوا نينا ويمشوا البلد تاني عشان يكملوا شغلهم. بس حظهم المنيل بقى انه لسه عنده شغل تاني هنا، وهو مش مهتم باي حاجه غير الفلوس وبس، وعشان كده قرر يقلب رزقه ويطلع منهم باي حاجه. وبيسأله عن الباسورد بتاع حسابه البنكي، بس طبعا ستيفن بيرفض، لكن بيهددوه انهم هيقتلوا شانون. فبيضطر ستيفن يقول لهم على الباسورد. تاني يوم بنشوفهم مربوطين في اوضه لوحدهم، وبيروح لهم بنجامين وبيقول له انه هيروح مع سالو عشان يسحب الفلوس من البنك، وبيهددوا انه لو فكر يتصرف اي تصرف كده ولا كده هيقتلوا شانون. وكمان بيقول لهم ان نينا كويسه وانهم يقدروا ياخدوها بعد ما يسلموهم الفلوس. ولما بيمشي شانون كانت خايفه وبتقول له انهم هيقتلوهم بعد ما ياخدوا الفلوس، لكن ستيفن بيطمنها وبيقول لها ان كل حاجه هتبقى جميله وقشطه صباح الفل، انا هديهم الفلوس وهرجع اخدك ونمشي من هنا. وانجي اللي نصبت عليهم بتكلم بنجامين وبتقول له انه في زوجين هيوصلوا بعد كام يوم، وبتاكد عليه جهز الدنيا وشغل الشغل بقى.
وتاني يوم بيروحوا لشانون وستيفن وبيوروهم صورة لنينا وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وبعدها بياخد ستيفن وبيمشي وبيقول له بنجامين أي هكة ولا هكة مش هتشوف المدام تاني، خليك حلو وأمور ولذيذ كده عشان ترجع بلدك مع مراتك وبنتك. وبياخدوا سالو وبيروحوا على البنك، وبنجامين بيقول لنينا تحضر نفسها عشان هيعملوا نفس التمثيلية تاني على ناس تانية. أما شانون كانت بتحاول تفك نفسها بأي طريقة، وبعد شوية غل ونرفزة قدرت تفك نفسها. وستيفن بياخد الفلوس في شنطته وبيطلع من البنك مع سالو، بس بيغفله وأونز رن بيجري منه وسالو بيجري وراه هو كمان، بس ستيفن بيقدر انه يدوخه شويه وبيركب تاكسي وبيهرب بيه. وبيتصل سالو على بنجامين وبيقول له ان ستيفن هرب بالفلوس، وبيقول بنجامين لحبيبته تلم حاجتها وتقابله بعد ربع ساعه عند انجي. اما ستيفن بيستلف تليفون السواق وبيتصل على الظابط وبيحكي له اللي حصل، وبيعرفه بمكان شانون اللي محبوسه فيه، فبيقول له الظابط انه يروح هو وهو هيروح وراه بسرعه. وشانون بتتسحب وبتطلع على بره، ولما بتلاقيها ملهيه بتطلع بسرعه لاوضه نينا وبتقول لها انها تاخدها من المكان ده. في الوقت ده ستيفن بيوصل وحبيبه بنجامين بتشوفه وبتتصل بيه وبتقول له ان ستيفن هنا، فبيقول لها انها تاخد منه الفلوس باي طريقه، وفعلا بتطلع وبتهدده وبتقول لسواق التاكسي يمشي هو، وبتنده عليها شانون من فوق وبيستغل ستيفن الفرصه وبياخد منها السلاح وبيقول لها تدخل جوه، وبياخد شانون ونينا وبيهربوا. بس بيشوفهم بنجامين وهو في الطريق وبيلف بسرعه وبيجري وراهم، وبيفضلوا يجروا ورا بعض بقى شويه لحد ما بنجامين بيعمل حادثه وعربيه ستيفن كانت هتقع من فوق، بس بيفرمل على اخر لحظه والعربيه كانت خلاص هتقع، وبيطلع منها بالراحه وبيطلع نينا. ولما جه يخرج شانون العربيه بتنزل بيها شويه، بس بيقدر انه يطلعها الحمد لله. وطبعا العربيه بتقع من فوق وبتوصل الشرطه وبتشوفهم، والظابط بياخدهم في عربيته وبيقول للشرطيه تفضل هنا لحد ما فرانسيسكو يجي ويصور العربيه. وفي الطريق بيعتذر لهم عشان ما صدقهمش من الاول، لكن بيلاقي بنجامين جنبه في عربيه تانية وللاسف بيقتل الظابط، وبينزل ستيفن من العربيه وبيضربه، وبيحط الظابط في شنطه العربيه مع ستيفن، وبعدها بيركب عربيه الشرطه وبياخد شانون ونينا على بيت انجي. وبتستغرب انجي وبتقول له ايه اللي بيحصل، فبيقول لها انه واحد مادي وهيبقى في صف اللي هتديله فلوس اكتر، فبتقول له انه هياخد منها 25,000 دولار، ده غير لسه في صفقات كتير جايه. فبيسأل شانون وانت هتديني كام، فبتسكت شانون وبتخاف تتكلم، فبيقتل انجي بسرعه. ولما خرجت نينا على الصوت زعق فيها وقال لها تدخل اوضتها، وبتستغل شانون الفرصه وبتضربه، وبعدها بتطلع تجري وبيطلع بنجامين يجري وراها لحد ما بيمسكها. بس في الوقت ده كان ستيفن فاق وقدر يخرج من الشنطه وبيروح وراهم وبيهدد بنجامين انه يسيب السلاح. بنجامين قال له انا وانت عارفين انك مش هتقدر تقتلني، واول ملف ظرفوا ستيفن رصاصه، واخيرا بيموت وبيخلصوا منه. وبيجري ستيفن وبيعتذر لشانون، لكن بيتفاجئوا بنينا وهي رافعه عليهم المسدس، وبيفضلوا يتكلموا معاها ويقنعوها انهم مش زي بنجامين وانجي، وانهم عايزينها تعيش معاهم ويبقى ليها حياه مستقره. وفعلا بتقتنع بكلامهم وبترمي المسدس، وبيخلص الفيلم على كده. لايك بقى يا عزيزي، وما تنساش تقول لنا رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.